في ليلة هي من أعظم الليالي، حيث تتنزل السكينة وتغمر الأرض بالطمأنينة. اختار الملك محمد السادس أن يكون حاضراً بين شعبه، مشاركاً إياهم لحظة الإيمان والرجاء رغم آلام الجسد وإرهاق المرض. ليلة القدر لهذا العام لم تكن كباقي الليالي، فقد بدأ المشهد مختلفاً ومؤثراً. الملك الذي لطالما اعتاد المغاربة رؤيته واقفاً شامخاً في المناسبات الدينية والوطنية، جلس هذه المرة على كرسي ليؤدي صلاتي العشاء والتراويح. ورغم بساطة الحركة، كانت الصورة عميقة ومفعمة بالمشاعر. لم يكن الملك بحاجة للكلمات، فقد كان صامتاً، لكن حضوره كان أقوى من أي خطاب، كأنما أراد أن يقول: أنا هنا رغم الألم مع شعبي وبينهم، لا أفارقهم. فحضوره في حد ذاته كان رسالة قوية، رسالة صبر، إصرار وتعلق بالله. كثيرون تأثروا عند رؤية الملك يصلي وهو يعاني من أثر العملية الجراحية، معتبرين أن ذلك تجل حي لمعنى القيادة بالمثال، حيث يكون القائد في المقدمة حتى وهو في لحظة ضعف. بعض المواطنين ذرفوا دموعهم وهم يشاهدون المشهد على الشاشة. التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ملأتها عبارات الدعاء والتعاطف، وكتب أحدهم: لم أتمالك دموعي وأنا أراه يصلي جالساً، كم هو قريب من قلوبنا. في تلك الليلة المباركة لم يكن الملك فقط أميراً للمؤمنين، بل كان إنساناً بين الناس، يعاني كما يعاني المرضى، ويصلي كما يصلي البسطاء. هذا الظهور الإنساني قرب الملك أكثر من شعبه، وكشف عن جانب نادر لا تراه الشعوب كثيراً في زعمائها، وهو التواضع أمام الله والانحناء رغم العظمة. لم تكن هناك خطابات ولا كلمات بروتوكولية، فقط دعاء خاشع وقلوب تتضرع. المغاربة من قراهم البعيدة إلى مدنهم الكبرى رفعوا أيديهم بالدعاء للملك: اللهم اشف ملكنا وألبسه ثوب العافية، كما ألبسنا جميعا طمأنينة وأمانا في المملكة الشريفة. يذكر أن الملك محمد السادس عانى من مشكلات في القلب، ففي شهر فبراير من عام 2018 خضع الملك لعملية جراحية في فرنسا بسبب اضطراب في نظم نبضات القلب، وتحديداً ما يعرف بمتلازمة الرجفان الأذيني. وقد نجحت العملية، وتم إعلان تفاصيلها بشكل رسمي من الديوان الملكي. وفي شهر يونيو من عام 2020 أجريت له عملية جراحية ثانية على مستوى القلب في الرباط لنفس السبب، وهي اضطراب نظم القلب، وأعلن أنها كانت ناجحة. كما ظهر الملك محمد السادس وهو يتكئ على عصا طبية أثناء استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر أكتوبر من عام 2024، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية. ووفقاً لمصادر إعلامية مقربة من القصر الملكي، فإن السبب يعود إلى معاناة الملك من انكماش عضلي على مستوى الظهر من الجهة اليمنى بسبب ضغط العصب الوركي، وهي حالة تعرف طبياً باسم سياتيك أو عرق النساء. هذا الضغط يؤدي إلى آلام وصعوبة في الوقوف والمشي، مما استدعى استخدامه للعكاز الطبي لتخفيف الضغط أثناء الحركة. وفي نفس السنة تعرض الملك لإصابة أثناء ممارسة الرياضة أدت إلى كسر في عظم العضد الأيسر، وخضع لعملية جراحية، وهو ما تسبب له لاحقاً في صعوبة القيام ببعض الحركات مثل السجود،
مما جعله يصلي جالساً. هذا المشهد الذي تناقلته شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي لم يترك أحداً دون أن يتأثر، فالمواطنون عبروا عن مشاعر مختلطة بين الفخر والتأثر، وانطلقت موجات من الدعاء من كل المدن المغربية: اللهم اشف ملكنا شفاء لا يغادر سقما. أشكركم على المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله.